عدم الجديه وعدم التنفيذ. جرى وراك جدي يا بعيد، يرزقك واحده يلزقك في حيطه يجيب اجلك وتبقاها مستديره، عشان احنا بنسيب ال 120 مليون مواطن ونروح نجيب الناس اللي شكرا سبحان الله نحطهم في النادي. النيابه العامه كان كلامها واضح وصريح. النيابه العامه فضل تقول لهم احنا عملنا معاكم كل حاجه. النيابه العامه عملت مع الزمالك الدوله عملت مع الزمالك كل حاجه، مش مع الاهلي، والدوله واقفه مع الاهلي، والدوله بتصرف على الاهلي، والاربع فروع بتوع الاهلي الدوله اللي عاملاهم. لا ده تعالى لي بقى هنا، الموضوع ولا اهلي ولا زمالك، ده الموضوع فيه حبس، الموضوع فيه كلبوش. هنا احنا بسم الله ما شاء الله علينا ادارتنا شكلها هتترصص ورا بعض كده كلهم، وهيركبوا المرشيدس هتخش بالظهر كده، تخش تيت تيت تيت، افتح الباب اركبوا لي يلا بينا. ما هو في لجنه اموال عامه تعالى في 780 مليون جنيه يا بيه، تعالى لي يا بيه. ده انا هبص اتقل تتكيف تاخد حاجه نظيفه، واحنا نقول لك الاهلي وفلوس، والناس تقول لي انت بتطبل للاهلي وانت بتعمل للاهلي. ما الموضوع واضح وصريح يا جماعه، واحنا كنا بنتكلم وصوتنا راح نقول لهم حرام عليكم اتقوا الله. الارض كانت هتتسحب منك اكتر من مره لعدم الجديه وعدم الالتزام. الارض معاك من 2003، يوم ما تيجي تبني فيها بنيت فيها عشان ما ياخدوهاش، مش بنيت فيها عشان سواد عيوننا ولا عشان خاطر النادي. انت رحت تعمل فيها انشاءات لان الدوله اديتك مهله اخيره وقالت لك الموضوع اللي جاي عايز قرار رئاسي بقى. احنا نفذت حلول الشعب، يعني هيبقى الرئيس يعني ده بص ما هجيب لك رئيس الجمهوريه عشان انت قصدك فاشل وما بتفهمش حاجه. 120 مليون مواطن نقي لي يا ابني 5 6 شكرا سبحان الله مسكهم اداره نادي الزمالك. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وانتوا عالم دماغكم 780 مليون جنيه، والارض عملت فيها 2% من انشاء 2% من انشاءات، ورحت بعتهم ب 780 مليون جنيه ودخلتهم في حاجه ثانيه غير الرياضه. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، والله العظيم حرام عليكم. النادي هيقفل، طب النيابه تعمل ايه؟ الدوله تعمل ايه معانا؟ ما هو بص الجمهور احنا عاطفيين، احنا مالناش دعوه باللي بيحصل. انا جمهور، انا راجل زملكاوي، انا على العاطفه بدافع عن النادي بحكم العاطفه. انا لا راجل وزير ولا رئيس ولا اعرف حاجه في القانون خالص، بس قرار النيابه النهارده احيه يا ابو سوسو احيه، ويطلع يقول لك ده الاهلي نادي الدوله، ده الفساد كله، ده الدوله هوطي على رجلي اللي جابك ابوسها عشان تعمل النادي، هوطي على رجلك ابوسها عشان تبني الارض وتبني نفسك. راح تبني عشان ما تتسحبش منك، ولما تبني 2% تروح بايعهم ب 780 مليون جنيه وتدخلهم في حاجات غير الرياضه. يا ابني نادي الزمالك راح يا ابني، حرام اتقوا الله، ما الله يرحم لا يرحم. يا متخلف منك له يا اللي ماسكين اداره نادي الزمالك، انتوا متخلفين ما بتفهموش، ضيعتونا وضيعتوا النادي. ومحدش يتكلم انسى الاهلي ده، طلعه من المعادله خالص، اركنه على جنب. لان قسما بالله انا لو ماسك منصب في البلد دي لدي كابتن محمود الخطيب ده جايزه احسن رئيس في مصر، لان هم عملوا كل حاجه لمصلحتهم هم. انت الدوله هتبوس ايدك الدوله عشان تعمل الفرع. عارف يعني ايه عدم الجديه عدم التزام وعايز قرار جمهوري؟ انتوا قاعدين في نادي بتعملوا ايه حرام عليكم. ال 780 مليون وديتوهم فين؟ علينا 2 مليار ونص ديون غير ال 780 مليون، والارض كمان اتسحبت. قلع البنطلون، عايزه بالمره يا كابتن حسين يا لبيب، عايزه. انت وعدتنا بايه؟ انت قلت لنا ايه قبل ما تخش النادي؟ ما تخلينيش احط الموضوع في دماغي يا مدام لميس، امال لو كنت حطيته في حته ثانيه كنت عملت فينا ايه؟ حسب الله يا جدعان. والله بجد احنا حرام يعني، احنا نتقي الله ببعض بقى عشان طب انا اعمل ايه؟ السلام عليكم والله خلاص. هنقول ايه بعد اللي النيابه قالته؟ هنقول ايه؟ ده النيابه يعني والله انا مش عارف الناس دي بتعمل ايه في النادي. الناس دي بتعمل ايه؟ انتوا بتفهموا في ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتفهم فيها؟ بتعرف تبيع جرجير؟ بتعرف تبيع طماطم وقوطه؟ بتعرف تبيع ايه؟ قول لي وانا اجيب لك، قول لي وانا اقف معاك في مشروعك. اعتبرني يا عم انا هقف معاك في حاجه بتفهم فيها. انت راجل ما بتفهمش في الاداره، بتوعدنا ليه وبتشتغلنا ليه؟ ضيعت النادي، حسبي الله ونعم الوكيل.